طلبته ولا مجلس الإدارة اللي جابه لك؟ بالطبع جون نويري كان لاعب الخاص بيا في هولندا لما كنت بدرب فاينورد من 10 سنين، وجبته من الفريق القومي من نيجيريا، بس كان صغير جدا علشان يخطو الكرة الاحتراف، ولكنه عاد إلى نيجيريا وشفته تاني في هارتلاند، فاتكلمنا مع بعض وأراد إن هو يجي الإسماعيلي ويلعب أو يتدرب تحتي. وكنت سعيد جدا ان السيد نصر ابو الحسن قدم لي الدعم وانهى الصفقه، واعتقد ان هو لعيب كويس وهيفيد النادي. يعني انت شايف ان المشاكل الماديه في النادي الاسماعيلي ملهاش اي تاثير ولا بيبقى لها تاثير؟ يعني انت بتهتم بالملعب وبتهتم باللعيبه، لكن في بعض الاحيان بيبقى اللعيب ما بياخدش حقوقه او في مشاكل ماديه في النادي بتاثر على الاداء. طبعا اكيد في نقص موجود، لكن انا متاكد ان السيد حامد موسى دايما هيقدم لنا الدعم، ودايما في المستقبل هيبتدي يقدم دعم اكتر، والسيد نصر ابو الحسن بيحاول ينظم كل شيء، وأنا متأكد أن الإسماعيلي هيستمر في المنافسة وهيستمر أنه يكون واحد من أفضل الأندية في مصر. والمشاكل المالية أنا أتمنى أنه يكون شيء عارض ومش شيء مستمر، لأن الثبات هو أهم شيء بالنسبة للاعبين. الحصول على مستحقاتهم في كل مباراة وفي كل شهر هو الشيء اللي هيحقق النجاح للنادي. واعتقد ان انجح الانديه في العالم هي اللي بتتمتع بنظام مالي ثابت وثبات في الجهاز الفني. كلاعب كرة قدم، وكل لعيب كرة قدم متوقع انه يلاقي فيه مكافأة فوز في حالة الفوز، اما اذا كان هيستمر يستنى 3-4 اسابيع فبعض اللاعبين هيبتدوا يفكروا في الفلوس بشكل كبير. ولكن انا في رايي ان اللاعبين المفروض يفكروا في كرة القدم باستمرار مش في الفلوس. كرة القدم اصبحت لعبة يتمتع بها المحترفين، فلا بد من توفير المال اللي يعولوا بها عائلاتهم. الامر فعلا مش مستقر في اسماعيليه، لكن اغلب الانديه اللي موجوده حاليا بتعاني من ازمات ماليه، فلازم نتحلى بالصبر والثقه في مجلس الاداره. بتتكلم معانا الاستاذ حماد موسى، يا ريت نجيبه على التليفون. مساء الخير يا استاذ حماد. يا كابتن مجدي، ازاي صحتك؟ ازاي صحتك؟ الله يحفظك. الاحاديث كلها لما بنتكلم على الاسماعيلي انت احد العوامل المشتركه دايما في كل حديث. استاذ حماد موسى، استاذ حماد موسى هيدينا الدعم. الاستاذ حماد موسى واقف معانا. الاستاذ حماد، احنا الاول بنحييك على المجهود الكبير اللي انت بتبذله. حتى المهندس نصر ابو الحسن لما كان ضيفنا هنا برضه اتكلم على حضرتك، فانا هل حضرتك هتقدر تتحمل كل القصه دي يا استاذ حماد؟ والله طبعا اولا لا شكر على واجب الاول، وطبعا انا بشكرك وبشكر ضيوفك، وبقول ان انا طبعا انا معايا مستر ماركو فوتا في مستر حماد. سلام مستر ماركو فوتا. السلام عليكم. انا بالنسبه لموضوع الدعم او الوقوف في النادي الاسماعيلي، طبعا ده واجب عليا، لان انا طبعا جه الدور عليا ان انا ابدا يعني النادي الاسماعيلي، ولكن كان لفتره حتى ان يتم تجهيز موارد للنادي الاسماعيلي. طبعا انت حضرتك عارف ان انا جيت بالتعيين ما جيتش منتخب. تمام. وكان في ظروف صعبه بيمر بيها النادي الاسماعيلي، وانا كنت واقف على الاسماعيلي قبل ما ادخل. تمام. يعني ليه؟ لان انا طبعا دون يعني بغض النظر عن اكون موجود جوه المجلس او خارج المجلس. انت بتحب الاسماعيلي سواء بره او جوه؟ ايوه بره او جوه، ما كانش ليه اي هدف ولا اي حاجه. ولكن النهارده كان في عقود اتعملت في النادي الاسماعيلي بارقام فلكيه. المواضيع دي كانت جت فتره اللي قبل دخولي مباشره، فكان لازم من السداد ولازم ان الاسماعيلي يكمل. لكن النهارده احنا بنخطط لموضوع ان الموضوع اللي هي هتدر مبالغ النادي الاسماعيلي في الفترات الجايه. النهارده لو قلنا ان انا هل هستمر ادعم ولا مش هستمر ادعم، هل هستحمل او استحمل، مفيش طبعا واحد بيقدر يستحمل ان هو يدعم طول العمر. ولكن انا بقول لغايه ما الامور تتدبر وكده ونبدا في موارد، انا موجود في الاسماعيلي وشغال بقدر الامكان، بنقدر نجيب الفلوس بتاعتنا اللي بره بقدر الامكان، ببدا ان انا اسدد جزء من الفلوس ديت، ومع الزملاء طبعا مع مجلس اداره كامل بنحاول نطلع من الضائقه الماليه اللي احنا فيها. ولكن احنا ورثنا موروث صعب جدا،
احنا النادي كان فيه ديون لمجالس سابقه، من ضمنها اللي حضرتك عارف رقم كبير بتاع الضرايب. احنا بنحاول بنكسر في الارقام دي، ولكن ربنا قدرنا. يعني طبعا هنخلص ده ازاي؟ ان شاء الله يعني واحده واحده. لكن الناس المشكله ان هي مستعجله، المشكله ما بتحصل بتبدا الناس بتتناولها اعلاميا بالشكل اللي هي يعني شايفاه. يعني النهارده الاسماعيلي ما بين جهاز وما بين ناشئين وما بين فريق كبير بقى مستحقات وفلوسنا. طبعا انا نفسي ان اللي يجيب حماد على التلفزيون يقول له احنا عايزين، انت عايز ايه؟ عايز ايه مننا نقف معاك؟ انا طالب حاجه واحده بس، ان البرنامج ده يناشد اتحاد الكوره الفلوس بتاعتنا اللي في الاتحاد، يناشد التلفزيون، يناشد الاتحاد الافريقي الفلوس بتاعتنا اللي ما وصلتش لغايه هذه اللحظه. ده كلها دي احنا ايه مواردنا غير الارقام دي؟ طيب لو احنا قلنا الارقام دي مثلا متاخره وتعتبر ديون، هل في حد بيحاربكم على انكم تعملوا استثمارات، او حد بيقف قدامكم على انكم تعملوا استثمارات دائمه للنادي الاسماعيلي؟ ما هو زي ما انت بتقول ما حدش هيقدر يستحمل. تمام. انت بتدور على، عندك افكار والمهندس والله احنا عندنا افكار وعندنا وسياده المحافظ. مين اللي ما بينفذهاش يا استاذ حمد؟ اللي ما نفذ ان في عوائق بتتحط لنا في الطريق، سواء نواحي قانونيه، نواحي يعني مثلا يقول لك البيئه، موضوع الاجتماعي اللي هو يعتبر المخرج الوحيد للنادي الاسماعيلي. لا دخلوا موضوع مش عارف كلمه البيئه، موضوع كبير وموضوع يعني لو قعدنا نشتغل فيه مش هنخلص. طبعا البيئه النهارده المكان، البيئه مالها ومال النادي الاجتماعي؟ البيئه النادي يعني كان منطقه فيها شجر وفيها منطقه يعني مسطحات خضراء، لكن المنطقه دي منطقه كبيره جدا ومنطقه عدت عليها الزمن، منطقه يعني موبوءه. يعني في جزء كبير جدا موبوء فيها. النهارده تحدد جزء صغير وليكن نسبه يعني ما تعداش ال 20% من المسطح. ده كان مخرج كبير جدا للنادي الاسماعيلي، وهينقل الاسماعيليه نقله كويسه جدا. ولكن اصحاب النفوس اللي مش عارف انا اوصفها ازاي وقفت طبعا في الطريق ده بطريقه او باخر، عطلتنا. الموضوع هيتم ان شاء الله، ولكن عطلتنا. كان المفروض النهارده نعمل حاجه. يعني في ناس مش عايزه النادي الاسماعيلي يعني من ابناء اسماعيليه، ولا محسوبين على اسماعيليه؟ والله من ابناء اسماعيليه محسوبين على اسماعيليه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بندفع ثمن التذاكر اللي الناس بتخش بيها عشان نزق، ومع ذلك الناس في الاسماعيليه بتتمنى الاسماعيلي يخسر ويقع، عشان طبعا بتبص للاشخاص. انا بقول لهم يا جماعه بلاش نبص للبلد، بص للنادي، بلاش نبص انا وانت، بص للنادي. النهارده بص على الصيدات، حضرتك افتح على الصيدات شوف بيتكتب ايه. حرب كبيره جدا للنادي الاسماعيلي. ليه؟ عشان الاشخاص، مش عشان النادي ولا عشان البلد. شعارات غريبه جدا. طب انت كنت احد المتمسكين بمستر مارك فوتا يكمل مشواره، لان ممكن تحصل هزه في حاله التغيير؟ احنا كمجلس اداره كنا بنتابع الفريق من قرب من 3 مطوشه فاتوا، لان ما ينفعش النهارده النادي الاسماعيلي بعد ما هو بدا بدايه كويسه وكان عنده لعيبه ممتازه وضفنا لعيبه كبيره زي جدون وبعض اللعيبه الثانيه، والنادي مستقر ومسددين الفلوس، فكان المفروض ان احنا هنبدا سيزون كويس جدا. بدانا الحمد لله لغايه ماتش الاهلي، وفجاه في انهيار. ايه سبب الكلام ده؟ طبعا كان لازم من تساؤل للموضوع ده ايه اللي بيحصل. النهارده يعني لعيبه، جهاز، مفيش سبب مقنع. اتكلمنا مع الجهاز اكتر من مره وكانت كلها اسباب يعني بلاش اقتنعت بالاسباب؟ والله انا يعني انا اتكلمت مع صديقي اللي هو الكابتن العجوز. انا كنت بكلمه بمنتهى الامانه، وهو كان بيكلمني بمنتهى الشفافيه. والراجل يعني كان حاطط بعض يعني ايده على بعض الامور، ولكن مش هي دي برضه اللي تخلي فريق الاسماعيلي ينهار 3 ماتشات ورا بعض. من ضمنها يعني احنا مقتنعين ان طبعا ما فيش كوتش هينزل يخلي جون ما يجيش في الاسماعيلي في اخر 3 دقائق ولا اخر 5 دقائق ولا اخر دقيقه. الاسماعيلي في اخر 10 دقائق ماتشين بيضيعوا منه. فكان دي مشكله بالنسبه لنا، مشكله كبيره جدا. زائد ان النهارده ان بدات في كلام من اللعيبه وظهور من اللعيبه في التلفزيون بطريقه يعني عشوائيه. كل ده كان برضو من اسباب ان احنا بدانا الناس تتكلم، بدا اللعيبه تتكلم مع بعضها، بدا يبقى في مفيش كنترول. ده كان سببه ايه؟ سببه ان في تسيب. التسيب ده معلش انا بقول مارك فوتا بعيد عن الكلام ده، لان برضو هو مهما كان راجل يعني يا دوبك لسه ما عداش معانا بتاع 5-6 شهور. لكن احنا العجوز جه ليه؟ او الكابتن اشرف جاي ليه؟ ولاد النادي خايفين على النادي، حافظوا على النادي،
كل كلامنا كلهم ان انتوا الاساس. ولكن لما حصل الموضوع ده كابتن عجوز قال لي انا مش هقدر اكمل. قلت له والله ده موضوع شخصي وده موضوع يرجع لك انت، ولكن احنا لازم تقرير بالكلام اللي حصل ده كله. لغايه ما الجهاز يعني بدانا نشكل الجهاز المعاون، ما جالناش تقرير ولا نعرف ايه اللي حصل ولا اي حاجه مكتوبه. وبناء عليه برضو احنا جبنا الناس الثانيه اللي موجوده، الكابتن قناوي والكابتن ايمن برضو ولاد النادي، عشان نحافظ على كان ده. لكن انا كنا نغير ماركو فوتا وما عنديش البديل الكفء، والراجل نفسه مديله فرصه، يعني برضه لا التوقيت اللي انا اغير فيه ده مظبوط، ولا ان انا اخد قرار عشوائي كده وابدا يعني بجيب سين ولا صاد وابدا الموضوع يحصل من جديد تاني. فانا فضلنا او مجلس فضل النهارده الراجل يكون مستمر، غيرنا الجهاز المعاون على اعتبار ان هو بناء على طلبه على فكره برضه الجهاز المعاون. وابقينا على بوتا على ان يديله فرصه كامله مع جهاز تاني معاون، يمكن ربنا ييسر ويبقى كويس. استاذ حماد احنا بنشكرك وبنتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي، و يعني كرة القدم يا مستر مارك محتاجة استقرار ومحتاجة تعاون كل الجهود عشان تقدر تحقق نتائج. بتمنى لك انك انت تقدر في المرحلة اللي جاية تحاول تبقى متداخل اكتر وتحاول تجمع اللعيبة اكتر، لان النادي الاسماعيلي غالي جدا على معظم جماهير كرة القدم المصرية. في الغالب احنا بنعمل كل شيء جيد في كرة القدم، لكن مع الأسف بنخسر. احنا لعبنا مباريات ولعبنا بشكل جيد ودفاع جيد جدا وهجوم وأداء بدني، ولكن مع الأسف بنخسر المباريات، فده مش كرة القدم. لو كنا فوزنا بمباريات الشرطة كنا هنبقى الأول في الدوري، ولكن مع الأسف خسرنا مباريات الشرطة، وكان فوز سهل ومحظوظ بالنسبة للشرطة على الرغم من احترامي للفريق. كان المفروض ان احنا نفوز بالمباراة، ولكن في بعض الاحيان كرة القدم ما نقدرش نتحكم فيها. زي النهارده النيجر فازت على مصر، ما كانش حد متوقع كده، دي كرة القدم ما تقدرش تتوقع في كرة القدم النتيجة. ولكن انا هعمل قصارى جهدي وهبذل قصارى جهدي عشان اقدم سيزون جيد في الاسماعيليه، ولازم اللاعبين يتحملوا المسؤوليه، ولازم يفكروا مش بس في انفسهم، يفكروا في مصلحه الفريق بوجه عام. ايه اخر حاجه تقولها لجماهير الاسماعيلي ولاعيبه النادي الاسماعيلي؟ لابد ان يدعمونا، ولابد الجماهير تتمتع بالهدوء، واحنا هنبذل قصارى جهدنا علشان نلعب مباريات جيدة جدا، ونقدر نواصل في الجزء الثاني من الدوري بعد الاستراحة اللي موجودة. وانا متأكد ان اللاعبين هيبذلوا قصارى جهدهم علشان يقدموا موسم جيد جدا، ومن المؤكد ان احنا هنحاول نحقق واحد من الالقاب سواء كأس مصر او الدوري. وانا اشعر بشعور جيد جدا خاصة بعودة عمر جمال وحسام ربيع. انا عايز اختم بس عندي سؤال مهم جدا، هل انت استفدت من توقف الدوري ده؟ لا مع الأسف، لأني لو خسرت المباراة لازم ألعب المباراة الجاية بشكل سريع جدا علشان أعوض الخسارة. خسارة المباراة في اتحاد الشرطة في آخر دقيقة شيء محبط جدا للاعبين، فإحنا كنا محتاجين مباراة ثانية عشان نلحق نعوض الخسارة اللي فاتت اللي نقدر ننساها. ولكن ده الدوري المصري بيقف بطريقة غريبة من 3 ل 4 أسابيع، ولازم نتدرب بشكل جيد ونستعد في الفترة. مستر ماركو wish you very good luck and يعني too much succeed in the next game. ده كان آخر حاجة مع ضيفنا العزيز مستر ماركو فوتا مدير الفني للنادي الإسماعيلي. وفي نهاية الحلقة الوقت جري بسرعة. نشكر فريق عمل 6 مساء، رئيس التحرير محمد الشرقاوي ومحمد الديب، شادي الجيلاني وأحمد الأحمر، طاقم التجهيز أشرف شتا ومحمد عبده وعمرو إسماعيل، مساعدي الإخراج سمر مدبولي وإنجي ديمتري، ودائما معكم كل يوم في 6 مساء إن شاء الله محمد جلال. ونلتقي حضراتكم غدا بإذن الله في 6 مساء.
استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.